رأس نفرتيتا. كانت أمل ذات 10 سنوات تحب التاريخ. لم تكن تحب أي تاريخ، بل تاريخ بلدها مصر. كان المتحف المصري منزلها الثاني. في إحدى الأمسيات وهي تراجع صور كنوز مصر، سألت جدها حكيم: يا جدي، أين هو رأس نفرتيتي؟ الرأس الجميل الذي نتحدث عنه دائما؟ تنهد الجد حكيم بحزن خفيف في صوته. أوه يا أملي، نفرتيتي الجميلة التي أتت كانت ملكة عظيمة وزوجة لإخناتون. رأسها ليس مجرد حجر ملون، بل هو قطعة من قصة وطن وإبداع مصري خالص، نحت بإيد مصرية. لكن أين هو الآن؟ سألت أمل. هو الآن بعيد يا حبيبتي، في غرفة زجاجية باردة في متحف بمدينة برلين البعيدة. لقد أخذ من مصر في زمن مضى، ولم يعد إلى بيته منذ ذلك الحين. تخيلت أمل تمثال الرأس. في برلين بدأ الرأس جميلا، لكنه كان صامتا. لم يسمع همسات النيل ولا ضحكات الأطفال المصريين حوله. شعر الرأس كأنه وردة قطفت من بستانها. قال حكيم: الأثر مثل الكتاب يا أمل. كي تفهم الكتاب حقا، يجب أن تقرأه في سياقه. رأس نفرتيتي صنع ليكون جزءا من كنوز العمارنة، ليروي قصة حقبة كاملة. عندما يكون الرأس هنا في المتحف المصري الكبير، سيكتمل المشهد. ستقف نفرتيتي بجانب القطع التي صنعت معها. ستتحدث الأحجار لبعضها البعض وتخبرنا القصة كاملة. سألت أمل: وماذا سيضيف وجوده لمصر؟ أجاب حكيم: سيضيف لنا الكرامة يا ابنتي. عودة نفرتيتي تعني أننا استعدنا قطعة من روحنا. كل سائح، كل طفل مصري سيتعلم أن القصة هنا في موطنها. أليس رائعا أن يراها الزائر بجوار أدوات حرفيها المصريين القدامى؟ سنشعر أننا نرى العائلة مجتمعة، والقصة لن تعد منقوصة. مسحت أمل خيالها وقالت بجدية: سأدرس التاريخ بجد يا جدي. سأتعلم كيف أتحدث عن قيمة كل قطعة أثرية، وكيف أشرح للعالم أن البيت هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يشرق فيه الأثر بكل مجده. ابتسم حكيم وقال: هذه هي الروح المصرية الحقيقية يا أمل. نحن نزرع الأمل في العودة، وفي يوم ما سيعود رأس نفرتيتي ليجد مكانه تحت سماء مصر التي أحبتها، وستكتمل قصتنا.